بعد مباراة حبست الأنفاس وكانت هتجيب لنا كل الأمراض، وبعد ما وصلنا للركلة التاسعة في ركلات الترجيح والله أنا كنت حاسة إن هي هتتقفل، إن الشناوي وعواد بقى هيشوطوا ونشوف مين بقى اللي هيسجل. الأهلي يتوج بالسوبر المصري. احنا مش قلنا لك يا أهلي إن أنت هتموتنا في مرة من السسبنس ده؟ قلت لنا لأ. في مباراة الأهلي عمل كل حاجة هو وكولر في شوطها الأول، ولكن عدم التوفيق والحظ وعواد قالوا لك والله ما حد هيسجل هنا، هتطلع 0-0. المباراة لو رجعت اتفرجت عليها تاني مستحيل كم الاهداف دي ما يدخلش منها هدفين 3 على الاقل. والمباراة دي بقى كانت اجواءها مختلفة عن مباراة السوبر الافريقي، والاهلي كان نازل المباراة دي هو وكولر تحس اللي هو انا هكسب، يعني هكسب وهنزل ضاغط وهنزل باحسن ما عندي، انا مستحيل اخسر مرتين. وبالفعل كانت تركة كولر ان هو خلى اكرم توفيق يلعب في الباك يمين عشان يكون مع طائر ويقفل جبهة بنتايك اللي كانت عامله له كل المشاكل في السوبر اللي فات، ونزل كوكا وامام عاشور ومروان عطيه، ودي كانت من افضل الحاجات لانه الاهلي قدر يمتلك خط النص، والزمالك ما جاش الشوط الاولاني غير في كرة الهدف اللي اتلغى. الزمالك كان عنده مشاكل كبيره في انه يطلع بالكوره او انه يعرف يتحرك، لان الاهلي كان واقف صح ومتمركز، انت في كل لاعب معاه واحد واقف معاه قافل له الجبهه دي. تفكير جوميز بقى كان انه يعمل ايه؟ ينزل بزياد كمال وشحاته ويخلي عبد الله السعيد وناصر ماهر ويرمي ناصر ماهر في جبهه بنتايك فتبقى جبهه ناريه، بس كولر كان عنده الحل وقفل له الجبهه دي. حاليا ولا بنتايك ولا ناصر ماهر كان عندهم الخطوره الكبيره بسبب بصراحه اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، الا ان الجبهه دي اصلا كانت مخترقه من ناحيه الاهلي وكان يقدر يسجل منها. الكوره التانية كلها كانت لصالح الاهلي. انت بتشوف الزمالك مش عارف يخرج على مين، يعني في لقطات اللي هو عواد بيقولوا طب انا اخرج على مين؟ مفيش حد اخرج عليه، بنتايك طاهر واقف، والناحيه التانية عندك امام عاشور ووسام قافلين عليك، خط النص مروان وكوكا، فاللي هو هروح لمين وهنقل فين؟ ولذلك جوميز ادرك المشكله دي وحاول ان هو يخرج زياد كمال ويلعب زي ما هو يلعب بمشلاك وناصر ماهر عشان يلاقي حد يخرج عليه، وفعلا الزمالك اتحسن نسبيا لما ضحى. اللي بيقول هو انتوا فرحانين قوي دي مباراه بضربات الجزاء وانتوا ليه فرحانين كده؟ فرحانين لان انا كنت شايفه ان الاهلي كان يستحق يكسب لولا الحاجات اللي قلتها ولولا بقى بعض التصرفات من اللعيبه فرطت منها. تعالى اقول لك هو فعلا الاهلي كان يستحق يكسب ولا لا، بغض النظر عن الاداء والاستحواذ والكره الثانيه وكل حاجه. الاهلي اولا عنده كورتين في العارضه من كرات ثابته، ومبسوطه قوي بيحيى عطله الله اللي كان عامل خطوره في الكرات الثابته او في الاوفرات، وهيجي منه كتير جدا. هو تقريبا واخد سكور من افضل الناس اللي تقريبا في الاهلي كسكور. يعني اول واحده خبطت في العارضه بتاعت يحيى عطله الله، والثانيه بتاعت وسام خبطت في العارضه، فانت عندك ايه بسم الله الرحمن الرحيم 2 شايلاهم العارضه. في كورتين كان على الاقل تيجي منهم واحده، يعني اي حاجه. طيب الكره الاولانيه تبين لك قد ايه الزمالك كان مخترق جدا من العمق، وكان في مشاكل كتيره جدا عنده. طاهر لاكرم توفيق، اكرم توفيق اللي بقى مش باك ودخل في نص الملعب في المكان اللي هو بيلعب فيه، اتلعبت بعد كده 1-2 لولا تالق عواد الكره دي كان مكانها الجول. الكره الثانيه اللي اتلعبت لاسامه ابو علي وهي كانت سابقاه شويه، ضغط على المسلوسي خد منها الكوره. هنا وسام حسين الشحات كان واقف يعني المرمى مفتوح، رجعها له هو وسام حب يأنقن تألق عواد، فدي الكره الثانيه. شكرا. انت كنت الشوط الاولاني الناس اللي بتقول لا الاهلي ما عرفش ايه والزمالك كان ايه، حضرتك دول 4 اهداف محققين انت ما جبتش منهم ولا هدف، وده بقى اللي خلى الاهلي داخل الشوط الثاني بتوتر غير مبرر. وكمان الاهلي لعب بضغط عالي واستنزف قدرته البدنيه بحد كبير جدا، فكانوا داخلين بقى ايه الشوط الثاني اللي هو ايه، لا انا هكسب، شوف بقى هعمل بقى تسديدات كده عنتريه والله موجوده من الشوط الاول، بس اللي هو ايه لا بقى تلاقي بقى ايه اكرم بيسدد كوره غريبه كده فيرست يا حبيبي، ما كان وسام فاتحها لك يعني إيه رجعها لوسام الزاويه مفتوحه، لا انا هقرر اسدد شويه. وامام بيسدد كورتين، وفي واحده بجد انا ما فهمتش هو ليه خدها فيرست تايم اللي هي جايه له من يحيى طولة الله وما اترفعتش الاوفر ونزلت ليه؟ ده ما فيش حد ولا ضاغط عليك ولا اي حاجه، ليه لازم اخدها فيرست تايم؟ تحس الوقت إيه خلاص الفزلكه. وحسين الشحات فيرست تايم، عمر كان في شويه تسديدات كده بقى بتوريك لعيبه الاهلي اللي هو ايه هي مش ماشيه معانا فاحنا عمالين نلوش. دي اكتر حاجه كولر لازم يشتغل عليها، لان بقافه الاهلي لما لعيبته بتتوتر بتلوش. انا عامل كل حاجه ومسيطر بس انا عماله بقى الوش، بدل ما بنهي الهجمه صح بعمل اي حاجه. بجد في كوره في الدقيقه 91 كانت كفيله بدل ما احنا نقعد يتحرق دمنا، يعني يا وسام ده مفيش، ده انت والجون
انا مش عارفه هي خرجت ازاي. ده بيوريك ان هي ما كانتش عايزه تيجي، واللعيبه ما كانتش ماشيه معاهم مع التوتر، فتحس القرارات كلها متلخبطه. هل معنى كده ان الزمالك ما كانش ليه فرص؟ لا، الزمالك دخل الشوط الثاني كان افضل نسبيا من الشوط الاولاني، والشوط الاولاني بالنسبه لي الزمالك ما جاش، كان ماسك الكوره، كان عنده اختراقات، في عنده اكتر من كوره. الكوره اللي غلط فيها الشناوي واتقلبت ركنيه وكانت على خط المرمى، دي كانت ممكن تخش. واحده للجزيري الصراحه دي جون، يعني انا الحمد لله عارف اللي هو ربنا نجدها نوسه ان هي ما دخلتش. وكوره كمان لمشلاك، لانه من بعد تقريبا كمان الدقيقه 80 كان الاهلي 80 ايه والله من السبعينات كان الاهلي بيعمل كده. عارف اهلي اصحى، اللياقه البدنيه خلاص استنزفت للاخر. وانا مش عارفه هو دي عشان بدايه موسم، فلما الدنيا هتشتغل هتيجي، ولا في مشكله؟ بس هي لو في مشكله هنا الاهلي لازم يتعامل معاها. لو تسالي مين نجم المباراه من ناحيه الزمالك، عواد هايل مش طبيعي، الكور اللي هو صدها. حسام عبد المجيد كان مقدم كمان اداء كويس، عبد الله السعيد، في بعض اللاعبين بجد كانوا ظاهرين. اما من الاهلي انا فرحانه جدا يا جماعه ان الماتش ده ياسر ابراهيم كان في مستواه بالملي، شايل كوره من على خط الجون، او يعني مانع هدف، وكان فعلا مقدم الدفاع كما يجب ان يكون، لان ياسر في المباراتين اللي فاتوا كان وحش قوي قوي، وكان بيعمل اخطاء كارثيه، فتقريبا ده ضعف اللياقه البدنيه. فلما الحمد لله الدنيا مشيت اشتغلت. اكرم هو وطاهر الجبل اللي كان عاملينها كانت كويسه جدا. انا بالنسبه لي يحيى عطا الله طلاب فعلا كان نجم المباراه. الراجل خالق 4 فرص، فاز ب5 التحامات من 6، بيعوض الغلطه اللي عملها في السوبر الافريقي، ولسه يحيى هيجي منه كتير. ثنائيه كوكا ومروان كانت متفاهمه جدا. بالنسبه لي اللي عليه علامه استفهام وما فهمتوش هو رضا سليم لما نزل. انا بجد في كوره كده اتراحت له، يعني ارفعها بالراحه وعلى هدوء، هو رفعها كده لو مش عارف، مش تحسي تايه. اللهم في كام كوره كده، بس هو لا كان بيلوش بس، وهو داخل يشوط ضربات الجزاء كنت عارفه ان هو، لان هو شكله كان يعني متوتر بقى، مضغوط، ما اعرفش كان في ايه، بس هنا في علامه استفهام. ودي مشكلتي مع رضا سليم، ان هو لاعب مهاري، في اوقات بيديني حاجات كده حلوه واوقات بيديني بلح. ده كده طوال المباراه ضربات الجزاء بالنسبه لي كانت منتهى اللي هو يعني خلاص والله كانت اعصابي بتروح. 9 ركلات جزاء، واللي هو يا عارضه جايه تحني علينا، يعني انت عماله من الصبح واقفه في صف عواد جايه تحني علينا في الركله التاسعه، حرام عليكم والله العظيم حرام. يعني انا بجد ماشي في ناس بتنتقد الشناوي، بس فعليا هو في ضربات الجزاء في الماتش ده والسوبر كان كل الكور تقريبا رايح عليها، بس في كور كانت صعبه بامانه، انت ساعات ممكن تروح عليها بس لعيبه كانت بتعملها بحرفنه. مبسوطه قوي ان الشناوي صد ضربتين جزاء، واحده خبطت في العارضه، ولازم ندي الكريدت للشناوي، كان يستحق ان هو يكون يعني افضل حارس او افضل في المباراه دي. عواد كمان كان يستحق يكون نجم المباراه، بصراحه عمل ماتش حلو جدا، ولكن كان لازم ندي الكريدت للشناوي عشان هو بيتسحب منه كل حاجه، فمش لما يجي يعمل افضليه كبيره جدا نلوم. ضربات الجزاء بالنسبه لي دي حظ، يعني ما اقدرش اقول حد غلط وحد ما غلطش. انا بس كانت فكرتي انه يوسف ايمن يشوط ضربه جزاء، لا، لان هو اصلا انت في اخر 5-6 دقايق دخلته في وسط الملعب، لان هو ما كانش شايف، يعني ما كانش سامع ولا شايف، وكان تعبان جدا من الخبطه اللي خدها. ولكن يمكن هو اللي قال له ادخل اشوط، لانه برده خد بالك هي كانت الركلات في الاواخر، بس كنت بشوف ان هو يبقى يعني اخر حاجه تحاول تاجله، لانه فعليا مش مركز. عامه المباراه خلصت باللي ليها واللي عليها، ولينا حق نحتفل وننبسط ونعمل كل حاجه، وكولر هيبتدي يركز، هيشوف ايه الحاجات الكويسه اللي كان يبتدي يشتغل عليها، والمشاكل اللي فعلا الاهلي لسه في بدايه الموسم عنده. مباراه العين مباراه قويه جدا، ان شاء الله الاهلي يكسب بيها ونحتفل ونرجع ننبسط. انتوا شايفين بالنسبه لكم مين هو نجم المباراه، والاهلي قدم اداء كويس ولا الزمالك؟